من بين يعني هذه الجاليات السودانية، الجالية السودانية في مصر اللي استطاعت فعلا ان هي رغم انتشارهم في مناطق مختلفة في مهن مختلفة، لانهم يجمعوا اجواء في يعني في منطقة بعينها زي المعادي اللي فيها فعلا حي سوداني بالكامل. خلينا نشوف هذا الحي. أحب مكان وطني السودان، أحب مكان عندي السودان. نعم، هو أعز مكان يعيش بداخلهم لكنهم لا يعيشون فيه، فقد أقام بعض السودانيين وطنا آخر هنا في هذه الحارة الضيقة بمنطقة حدائق المعادي في القاهرة. فبعد انقسام دولة السودان وتدهور الاقتصاد ثم تعذر حتى محاولاتهم للجوء للخارج، حولوا المنطقة من مجرد مكان يعيشون فيه إلى مصدر رزق لهم. فترى البعض منهم يستحوذ على المكان بعدة محال تجارية، وآخرين يعيشون على رزق اليوم. ما في فرص عمل يعني متوفرة في السودان. لو عايزة تعمل أي مشروع داير لك مبلغ كبير جدا عشان تبتدي أي مشروع في السودان. الشارع تقريبا كله من أوله لآخره يعني أغلبية اللي موجودين فيه سودانيين. عندنا محلات بتاعت سودانيين اللي هم بيبيعوا اللي هي الحاجات السودانية. الشارع ده يعني كله سودانيين، وكل حاسين ان احنا في بلدنا، يعني مع انه احنا ما مشينا السودان لكن هنا حاسين احنا في السودان. والمحل يعني كويس والدخل كويس والحمد لله. سيثير انتباهك عند دخول الشارع عدد المحال التجارية التي تبيع المنتجات السودانية وتنوعها، فتجد محل لبيع البخور والحناء ومواد التجميل السودانية، وخياطا وحلاقا سودانيا، وصالونات تجميل، ومحل للاتصال عن طريق الانترنت، ومطعم للأكلات السودانية افتتحته أم صبرة التي يختلف حالها عن الجميع. كنت عايشة في شمال السودان، فلما جات السلام رجعنا الجنوب، فمشيت الجنوب ما قدرت أعيش في الجنوب لأن الأوضاع الموجودة في الجنوب نحن مش موالفين، والأولاد برضو ما موالفين نعيش في الجنوب، وكان أوضاع أمنية صعبة جدا، مش قادرين نقعد معهم ومش عارفين ذات نعيش كيف. ورغم أن أم صبرة اعتادت المكان إلا أنها لا زالت تبحث عن مكان أفضل لها ولأولادها. فكرت أعمل مشروع بسيطة بالنسبة للسودانيين، للشعب السوداني الموجودة هنا في القاهرة، أعمل لهم حاجات بسيطة وربنا بيساعدها كمان. قدمت في اللجوء لسه برضو ما في حل، وقلت تاني أفكر أشوف دولة تانية قادرة المنطقة دي وربنا يسهلها إن شاء الله. حالة من الألفة تظهر بين المصريين والسودانيين الذين يغلبون على المنطقة، وبالرغم من أن السودانيين هنا باتوا يشعرون أنهم في وطنهم، إلا أن حلم العودة إلى الوطن لم ينفك عن مراودتهم، لكن كل ما يرجونه وطن يعيشون فيه بكرامتهم. أحب مكان عندي السودان، أعز مكان وطني السودان، لأن حسانه أعف حسان، طير صوادح ورد وجنان. لكن الواقع يشير إلى غير ذلك، فالأحوال الصعبة في بلدهم أجبرتهم على الرحيل مصطحبين حلم البحث عن وطن في الطريق على مجرى نهر النيل، ليحاولوا تحقيقه هنا في هذا الحي بالقاهرة. سارية ياسين، الغد العربي، القاهرة. عسل سارية. جميل. طبعا سارية جزء منها سوداني أيضا. يعني لا، وهو بعدين في النهاية ما هي السودان يعني مش محتاجين نقول يعني أعتقد بقى من الكلام المستهلك